تخيل كده ممكن تاكل كل ده مع بطاطس وتشيكن سويت اند شيلي وجارليك بريد ب 125 جنيه بس، او اي ساندوتش حسب ما انت عايز مع بطاطس برده ودرينك وكول سلو ب 100 جنيه بس. ولو مالكش بقى في البيتزا ممكن تاخد لك واحده ماكن تشيز مع درينك مع جارليك بريد ب 100 جنيه بس. وزي ما انتم عارفين الاوفرز والعروض مش كل حاجه، اهم حاجه الكواليتي والتيست. نبتدي بقى باول اوفر تريبل ميديوم، 3 بيتزات ميديوم ب 350 جنيه، ولو عايزهم لارج زود 100 جنيه يعني ب 450 جنيه. لو هنقسم على الاربعه هيبقى ده السعر بتاعك، يعني تاكل البيتزات دي كلها بالسعر ده اظن يعني فاهم شبعان. طلبت واحده دي بتشيز باسمهم وواحده فاير زي ما انتم شايفين شكلها فاير يعني، واخر واحده بقى سي رانش زودت 25 جنيه عشان اخد ايه بيتزا سي رانش. عجبني بقى قوي ان من اول العجينه بتتعمل فريش قدامك، وزي ما انتم شايفين البيتزا كده مليانه اعشاب هوب بتتحط في الفرن بتتخمر وتطلع بالمنظر ده. خرم يا معلم وحط بقى الصلصه حسب ما انت عايز. ابتدي بالفاير عشان نولع. ده ايه الجمال ده؟ فراخ لوحدها انا عايز اكلها حاف اصلا. اصلا العجينه لوحدها مميزه، عليها فراخ وعليها هالوبينو وعليها فلفل وعليها زيتون وعليها بقى صوابع هالوبينو، كلها لوحدها بقى كده صوابع جبنه سبايسي حلو. وفي الاخر بقى رشه سويت شيلي وفاير صوص وكمان عليها سموك بيف. لا الصراحه بيتزا ريتش قوي مليانه مخدومه، كواليتي الجبنه اللي عليها في الاخر الرشه الاخيره ظبطها، والاطراف بقى في الاخر بيديك رشه زيت زيتون كده عشان مع السخونيه تقرمش. جمدان. اول حاجه مش مبشره، لا هي عظيمه. دي بقى دي بتشيز عليها الصلصه بتاعتهم وكريمي صوص اختراع بتاعهم، وعليها فراخ بقى فلفل، وفي الاخر رشه جبنه. دي باسمهم المفروض مميزه بقى. بسم الله، هي العجينه مميزه فعلا مع الصوص بتاعهم. البيتزا دي مختلفه، انا عمري ما اكلت الطعم ده في حياتي، فدي بالنسبه لي حاجه حلوه قوي لما يكون حد عامل حاجه مش بيقلد وخلاص، لا هي بيتزا امريكان مميزه. لا الصراحه صايعين. دي بقى السي رانش مش اي حد يعرف يظبطها، حط عليها جمبري وكابوري ونفس الكلام بقى الصلصه ورشه جبنه في الاخر عشان تطلع بالمنظر الجامد ده. حبيبه قلبي، ده انا مزود لها 25 جنيه فلو ما طلعتش جامده هزعل. يلا بينا بسم الله. امسكها حاجه صوص الرانش ولا كلمه، فبالنسبه لي كده البيتزا بقت جامده خلاص. زي ما انتم شايفين مخدومه قوي بالجبنه اللي عليها في الاخر مع التميز بتاعهم في العجينه، فهي بيتزا سي رانش زي ما قال الكتاب ولا كلمه. بعيد بقى عن العرض بينزل لك طبق ضيافه بالشكل ده، بيبقى عليه عيش محمص وهاني ماسترد وكول سلو وجارليك بريد مع اي باستا واي بيتزا بتجيبهم، بينزل لك طلب ضيافه ده فور فري تنقنقوا قبل البيتزا والكلام ده جامد. نخش بقى على عروض السيحان، واول عرض سوبر سيحان بيتزا فاميلي قسمتها 4/4 سموكي برجر وكواترو وتشيز لافر، واخر واحده بقى ودي اختراع شيش طاووق بالباربيكيو. اوبا الله، بيتزا فاميلي بالحجم ده تيجي معاها ايه بقى؟ بطاطس مع فراخ بسويت شيلي وجارليك بريد، كل ده ب 500 جنيه. لو قسمناهم على الاربعه نفترض ان هي تكفي اربعه، مع ان انا شايف ان هي تكفي 5 6 عادي ب 125 جنيه. لو اتقسم على 5 هتبقى 100 جنيه. اوبا. ده بقى شيش طاووق، شيش طاووق مشوي مع فلفل الوان هوب متغرق جبنه بيطلع بالمنظر ده. مش عارف اكلها ازاي دي، هي دي المفروض تتقطع، انا هضطر اطبقها كده. اوبا. شيش طاووق حلو مستوي حلو مع الباربيكيو جامد. خش بقى على اللي بعده تشيز لافر، ميكس كده ما بين الجبن بقى، ريكفورد على شيدر على موتزاريلا بكواليتي ولا كلمه. طعم جبنه ريكفورد طاغي قوي، يعني عجينه جامده مع كواليتي جبنه مع الصوص المميز بتاعهم بتاع البيتزا ده. تشيز لافر ولا كلمه. خش على ثالث جزء بقى سموكي برجر، ميني برجرز مع فلفل مع متغرق جبنه، وفي الاخر بقى رشه تيستي صوص بيطلع شكله جامد زي ما انتم شايفين. تيستي صوص حلو قوي. هاخد البيف برجر لوحده كده، نقدر تحسه برجر معمول في البيت، لحمه كتير لحمه نظيفه. ده الصراحه سموكي برجر ولا كلمه. نختم بقى باخر حاجه بقى الكواترو. ربع الكواترو بيبقى معاه بقى ايه ميكس ما بين التركي والبيبروني والسلامي وسموك بيف. يلا بينا بسم الله. لطيفه عاديه يعني، الباقي اجمد بكتير. لا دي اقل واحده فيهم. قطمه من هنا بقى مع النقنقه بقى، فرايز عليها شويه توابل كده، فرايد تشيكن كده متغرقه بسويت شيلي، فراخ حلوه صوص سويت شيلي قوي جامده، وكمان جارليك بريد. هي حرفيا فاميلي ما ينفعش تيجي باربعه كمان، حاجات عيلتك كلها وتعالى كلوا البيتزا دي يعني 500 جنيه تستاهل. حلال 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 حلال. وكمان عندهم بقى سلايزات حسب ما انت عايز، واللي بيعجبني بقى ان بيعملوا سلايز باي اوردر، مش بيتزا كبيره وبيقطعها لك وبيديك سلايز منها. لا تاني عرض في عروض السيحان اوفر سيحان 4 سندوتشات حسب ما انت عايز، رانش وسموكي وبافالو وشامبيون، معاهم بطاطس ومعاهم اي درينك انت عايزه، و4 كول سلو. نبتدي باول واحد بقى السموكي زي ما انتم شايفين، العيش فريش صوص باربيكيو على تركي على صدور دجاج على شيدر على خس، فراخ حلوه رفيعه، شيدر صوص كتير. يعني بالنسبه لي الشيدر لو قليل تحس بطعم الفراخ اكتر، مع البطاطس بقى بتاعتهم. بطاطس حلوه عليها شويه توابل طعمها حلو قوي. وكل ساندوتش بيجي معاه كول سلو، ده حلو قوي. كول سلو فريش مش مسكر قوي، طعمها مظبوط مش مجزعاني. يلا نفكنا من السموكي بقى، نخش على الرانش. نفس الكلام العيش فريش صوص رانش من فوق، قطعه فراخ كبيره وخس. يلا بينا. فراخ هنا تخينه شويه ظبطت الصراحه الطعم، يعني حاسب طعم الفراخ مع صوص الرانش والخس والكلام ده والعيش فريش حلو قوي، ده مظبوط. نخش على اللي بعده بقى شامبيون فرايد تشيكن مع مايونيز مع خس، ونفس الكلام العيش فريش. يلا بينا بسم الله. برده نفس الكلام صغير للاسف، هم لو ظبطوا بس الحجم بتاع الفراخ هيبقى جامد قوي، بس كساندوتش كواليتي المايونيز مع العيش فريش مع الخس مع الفراخ حلو قوي، بس الفراخ اكبر شويه هيبقى ولا كلمه. ونختم بقى باخر واحد البافالو، بيبقى معاه سموك تركي ونفس حته الفراخ معاه خس ومتغرقه كده صوص بافالو، ونفس الكلام العيش فريش. صوص البافالو قوي قوي، اللي في السبايسي ده يعجبه قوي. 4 سندوتشات ب 400 جنيه، يعني حرفيا كل واحد 100 جنيه، مفيش بعد كده شبعان. وكمان شوف انت عايز كولا ايه وتشرب. لا الصراحه اختيار موفق. تالت عرض بقى اسمه فولت سيحان، اي 2 بيتزا ميديوم معاهم درينك ومعاهم بطاطس ومعاهم جارليك بريد ب 300 جنيه، يعني الواحد ب 150 جنيه. واخر عرض بقى دبل سيحان، 2 ماكن تشيز معاهم جارليك بريد 2 كولا ب 200 جنيه، يعني برده اسم على الاثنين 100 جنيه. يلا بينا بسم الله. هي جبنه كتير ومش مجزعيني، وبرده عليها اعشاب كده حلوه رايقه خفيفه جميله 100 جنيه. لا جامد. دي بقى مش عرض الصراحه، باستا الفريدو قلت اجربها لوحدها كده عشان ايه شوف الباستا عندهم ايه الكلام. اوبا 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 متوصيين بالجبنه. اوبا لا حلوه قوي، متغرقه صوص مع الفراخ. اوبا وجبنه كتير وجمدان. باستا الفريدو حلوه قوي، وما كانش ينفع امشي من غير محل، فطلبت سلايس بقى كده خفيفه صوص وايت شوكليت مع صوابع كندر مع ستافد شوكليت. هي كانت ناقصه دي فعلا، هي حرفيا كانت ناقصه دي. حلوه قوي، وكمان الاطراف محشيه شوكولاته كده. بوم بوم
بوم من الاخر بقى دي بتشيز مع كميه الجبنه اللي من اسمه دي، هو حرفيا السيحان عامل قلبان عندهم، كواليتي جبنه مع اسعار بتاعت العروض دي كلها. وعايز اقول نقطه بقى بخصوص البيتزا بتاعتهم امريكان زي ما قال الكتاب، هي تنافس اللي ما يتسموش بشده، وبالنسبه لي هي من التوب 3، فعروض باسعار بجمدان يعني. هو فعلا المكان ده عايز تعمل شير ومنشن لمين بقى عشان اللي يجرب معاك ايه الميكس ابن اللذينه دي. هو المكان ده عايز صحاب شله جروب يعني عشان تعرف تميكس من العروض دي كلها. وعنوانهم في مصر الجديده شارع عبد الحميد بدوي قدام بوابه 2 نادي الشمس. وغير صحابك بقى واهلك، وكمان لو معاك اطفال في كيدز اريا هيلعبوا فوق وانت مطمن، وكمان في اوت دور وقاعده رايقه فوق وتحت. وهفضل اقولها كل فيديو، شير اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب من اللي ما يتسموش. سلام.